ده ترافيس كالانيك مؤسس أوبر، الراجل اللي قلب فكرة التاكسي في العالم وحفر بصمته وسط أباطرة رجال الأعمال. وصل لأعلى قمة في السيليكون فالي حوالين مدينة سان خوسيه، وده المكان اللي بيضم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وبعد ما وصل لمجرة درب التبانة بسرعة تخطت سرعة الصوت، انزلق في القاع بسرعة البرق، مش لأنه خسر في البورصة أو الشركة أعلنت إفلاسها، لكن عشان مبادئ الاحترام والأخلاق رفضت عضويته في نادي المحترمين ولفظته بعد ما انهارت أسهمه في سوق الرجالة. وسبحان الله، ربك أمهله أكتر من مرة، بس بعض الناس مصرة تراهن على الخيبة. الناس بتحب الناجحين بس بتراقبهم أكتر، وأي غلطة صغيرة بتتحط تحت الميكروسكوب وتتشاف من على بعد بالتلسكوب. اللي نجمه عالي الدنيا كلها بتسلط عليه الضوء وبيتشاف أكتر، لكن الناس بتحب المصايب. وعلى رأي المثل، العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه، وترافيس هو العجل بتاعنا النهاردة. لو النجاح محتاج مجهود فالاستمرار محتاج بطولة. في ناس وصلت لمراكز عمر ما خيالها وصل، بس لما وقعت عرفت بعد فوات الأوان إن غلطة الشاطر ب1000 وفي زمن الميديا ب1,000,000. الحفلة كانت على قدر الموجودين من الكبار، أنوار وموسيقى وناس بترقص والكاميرات بتصور. رئيس شركة استرونامر، واحدة من أكبر شركات التقنية الناشئة في أمريكا، واقف بيرقص مع مديرة الموارد البشرية، أحضان وضحك وهمس ولمس، وكل ده وسط زمايلهم موظفينهم والكاميرات شغالة. وفجأة يلاقوا نفسهم على الشاشة الكبيرة. خلال ساعات آلاف التعليقات، آلاف المشاركات، ملايين المشاهدات، وكلهم لسان حالهم بيقول جملة واحدة: هو مفيش محترم حقيقي، كله بيمثل الاحترام. وعلى رأي الإخوة التوانسة، لقد هرمنا. وبعد تفاقم الأمر وفضحت الشركة، وكالعادة للحد من الأمر تم طرد على النمط المعروف، استقالة رسمية. مش استقالة، دي طرد ناعم. ليه؟ لأن محدش بيستحمل فضيحة لما تبقى قدام الناس. دي مش أول مرة نشوف حد كبير بيقع علشان لحظة طيش. واحد بيغلط في موظف قدام الكاميرا، واحد بيشتم سايس في الشارع، واحدة بتتصور في أوضاع مش لايقة، واحد بيعمل لايف وهو شارب وبيتكلم كلام ما ينفعش. الناس مش ناقصة، الناس بتستناك تغلط عشان تشبع فيك لط. الشهرة مش حصانة، الشهرة عدسة بتكبر كل حاجة. النجاح مش نهاية الطريق، النجاح هو باب الامتحان الحقيقي. لو عايز تنجح اتعب، بس لو عايز تفضل ناجح حافظ على مبادئك المحترمة. مش كل واحد فوق ناجح، ومش كل واحد ناجح محترم، بس كل محترم حتى لو اتأخر هيجي يوم وينور. احترامك لنفسك مش بيبان قدام الناس، احترامك لنفسك بيبان وانت لوحدك. الشهرة بتيجي وتروح، الفلوس بتيجي وتروح، لكن الكرامة لما تروح صعب ترجع مهما عملت. وصمة عار: لو عملت 1000 عمل ناجح وتركت باب السجون، آداب، مخدرات، قتل، سرقة، تحرش، مهما عملت مش هتقدر تمسح نقطة واحدة ولو عملت بعدها 1000 عمل. الكلام ده للي بيفهموا، مش للناس اللي بتقول انتم مكبرين الموضوع. دول زيهم زي اللي عايزين يصلوا العصر 3 ركعات ويقول لك يا عم دي ركعة واحدة. خليك محترم حتى لو اتهزمت. ما تفرطش في نفسك علشان لحظة ضعف. اللي بيحترم نفسه بيبني بيت ما بيتهزش. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.